خد بالك المنطقة دي بتنتج 30% من بترول العالم، غلبة خليجية بدون وجود إيراني. منطقة الأحواز استقلت يا جماعة وقررت إنها تبقى دولة عربية على الخليج العربي. لو انت بتفكر انك تستثمر في البورصات العالمية، مش ده الوقت المناسب. الاستثمار الأفضل في الذهب والفضة. الولايات المتحدة الأمريكية بتحشد أحجام ضخمة جدا من طائرات الاف 35 والبي 52 اللي هي الطائرات الأساسية في أي عمل هجومي عسكري أمريكا هيحصل. الولايات المتحدة الأمريكية كمان شحنت أعداد كبيرة جدا من بطاريات مكافحة الصواريخ أو الدفاع الجوي الصاروخي اللي هي المسمى ببطاريات باتريوت، طبعا بنسختها الأحدث، في كل المناطق اللي القوات المسلحة الأمريكية أو الجيش الأمريكي موجود فيها في مناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وكمان لا يفوتني أن أنا أقول لحضراتكم أنه يبدو أنه هذه الضربة الأمريكية القادمة هتمتد أثرها بشكل واسع، مش بس في إيران المستهدف الأساسي، وإنما في المنطقة العربية كلها. الرئيس الأمريكي هيجي يزور هذه المنطقة من العالم وهو عارف انه الحرب هتبدأ بعد نهاية زيارته بوقت قصير جدا. لكن زي كده لعبة البلياردو، ايران قد تبدو هي الهدف، بينما الهدف الابعد قليلا والمؤكد هو الصين. بمجرد اطلاق اول رصاصة او صاروخ او بدء العمليات او حتى اعلان بدء العمليات العسكرية الامريكية ضد ايران، فاحنا هنشوف تغيرات رهيبة جدا في اسعار البترول. فقد عبر أكتر من 45 سنة التعاطف الشعبي مع فكرة الثورة الإسلامية. طبعا الكلام ده قد يحزن الكثيرين في منطقتنا العربية، لكن اللي شاهد غير اللي عاش. الإيرانيين اللي عاشوا تحت نظام الخامنئي والخميني من قبله اكتشفوا أن هذا النظام يعني أبعد ما يكون عن تحقيق 90% من الأهداف اللي بيتكلم عنها. واكتشفوا كمان انه النظام ده غير قادر على تحقيق حتى اهدافه هو شخصيا، وانه باستثناء استخدامه لميليشيات في المنطقة ملوش قوة حقيقية أبعد من هذا. طبعا سقوط النظام في طهران سيؤدي إلى عدد من التدهورات والتأثيرات السياسية في المنطقة. خد بالك المنطقة دي بتنتج 30% من بترول العالم، فأسعار البترول والبنزين والسولار هتزيد يعني موضوع منتهي. حاجة تانية برضو، الخليج هيبقى في مشهد غلبة خليجية بدون وجود إيراني قوي. الداخل الإيراني نفسه في حد ذاته غير قادر حتى هذه اللحظة، ما نعرفش لما يسقط النظام هيحصل إيه، على إظهار بدائل ممكنة يعني تجد قبول عند الإيرانيين. وطبعا إيران دي دولة شاسعة المساحة، متعددة الأعراق ومتعددة المذاهب ومتعددة اللغات كمان. فأنت ممكن تلاقي مثلا يقولك منطقة الأحواز استقلت يا جماعة وقررت إنها تبقى دولة عربية على الخليج العربي، او تلاقي مثلا يقولك ده المناطق اللي فيها الازاريين قرروا انه الازار يستقلوا هم كمان. فانت هتلاقي لعبكة جغرافية وسياسية كبيرة جدا في هذه المنطقة. من الاثار المباشرة برضو للضربة الايرانية دي هو ان انت عندك حلفاء اساسيين في المنطقة لايران هيصحوا من النوم يلاقوا الدعم بتاعهم انتهى. حزب الله وحركة حماس وعدد كبير من الأحزاب والتنظيمات والجماعات في العراق. فأنت هتصحى تلاقي حرب يعني عالمية تجاه بلد إقليمي وآثار إقليمية كبيرة جدا جدا بتحصل. حتى الدول التي تبدو أنها مش هتتأثر سلبا أو إيجابا بالموضوع هتتأثر، زي مثلا أذربيجان. دولة أنت بتقول إيه علاقة أذربيجان بإيران؟ هقول لحضرتك لا، ده هو بقى إيه، في هنا
عرق دساس اسمه العرق الآزاري. دول قوة كبيرة جوه المجتمع الإيراني، وهيعملوا شيء مختلف تماما، لأنه غالبا أذربيجان هتشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الضربة الجوية والعسكرية المتوقع. في كل الأحوال لو أنت بتفكر أنك تستثمر في البورصات العالمية، مش ده الوقت المناسب. الاستثمار الأفضل في الذهب والفضة. التغيرات الرهيبة في أسعار البترول هتأثر على طول على مصر، هتأثر على العالم كله، لكن التأثير الأكبر هيبقى على الصين، اللي هي بتعتبر مصدر رخيص للتكنولوجيا ولمواد مختلفة وبضائع مختلفة، وبالتالي الصين هتتأثر تأثير قوي. ليه؟ الصين معتمدة في علاقة في يعني توتر العلاقة الدائمة ما بين الأمريكان والإيرانيين، فمعتمدة على وجود مصدر دائم للنفط، يجي لهم بقى بطريقة مباشرة، يجي لهم بالتهريب، لكن مصدر دائم للنفط من حاجة اسمها إيران. والمصدر الدائم ده بيجي بالأسعار اللي الصينيين عايزينها، لأنه تقريبا يا إما هم ياخدوا، وأكيد بياخدوا بكميات كبيرة، يا إما البترول ده يترمي في الشارع، لأنه محدش في العالم بيوافق أو بيحب يزعل الأمريكان، فمحدش بيحاول يعني يتحدى العقوبات الأمريكية على إيران.